السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وصحة وسعادة يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده بقى الفيديو بتاعنا جامد جدا. هنعمل مع بعض هنفطر الاول مع بعض كده، وبعدين النهارده الفطار بتاعنا فطار تقيل شويتين. صراحة صحيت انا والولاد وجوزي كان قاعد من الشغل يعني وكده، فقلت بالمرة نفطر فترة كويسة بما ان احنا صحينا متأخرين. فعلى بال ما نصحصح ونفوق كده، وفوقنا كده كانت الساعة 12 جت. فقلنا بقى ناكل فول وطعمية وفلفل، الفلفل والبتنجان بصراحة جايبينهم من بره. الفول والطعمية عندي طبعا من الفريزر، فبسرعة كده عملنا شوية فول وشوية طعمية كده وقعدنا فطرنا. وبعد ما فطرنا الفطرة المتينة دي، عايزة اقول لكم دخلت الولاد اوضه الكمبيوتر وقعدت كنست الصلاة كده على خفيف. قلت برضو عشان ما تركبش عليا وعشان ما اقعدش طول النهار اقعد يعني، ما دام ما عملتهاش بالليل اعملها الصبح، عشان برضو الولاد لما يقعدوا في مكان نظيف، حتى لو كركبت الدنيا تكون برضو ايه الدنيا نظيفة عندي. فكنست الصلاة وروقتها وروقت الكنب بتاعه، وحبيت يعني اشيل اي حاجة عندي مش متروقة يعني، واظبط الدنيا كده خصوصا الصالة. بعد ما خلصت بقى قلت اظبط الغدا برضو واجهزه واخليه حتى في التلاجة وقت ما نبدأ نعمله يعني نعمله. بس طلعت الحاجات المهمة. الأكلة دي موفرة جدا يا جماعة. هنعمل مع بعض حواوشي، وهنضيف له كمان البرغل. أول مرة نضيف له برغل بصراحة. شفت الناس كتير على الواتس على الفيس عاملين الموضوع ده، فقلت أجربه. أنا دايما بضيف له جزر. الجزر كمان بيعمل كمية حلوة قوي، وعايزة أقول لكم مش بيبان وسط اللحمة وكده. فأنا حطيت هنا بصل، وحطيت فلفل أخضر، وحطيت كمان لو عندك فلفل ألوان ماشي. حطيت كمان ربع كيلو لحمة مفرومة، وهحط البرغل. عايزة أقول لكم لما جربته عجبني بصراحة، مش ما عجبنيش. بس مش عارفة ليه حسيت إن الجزر أحلى. يعني ممكن عشان الولاد يكونوا متعودين على الجزر، مش متعودين على البرغل يعني في الحشو بتاع الحواوشي ونحشيه بعيش وكده. مش عارفة. فحطيت له كمان حتة من الدهن اللي هو معمول في البيت. وبعدين بقى عايز لو ما عندكيش بهارات حواوشي بصي تفصصي. اهم حاجه في الحواوشي ان انت تفصصي الحبهان زي ما انتم شايفين كده، وتطلعي منه الحبات الصغيره دي اللي هي السودة دي، وتدقيها تطحنيها طحنة، تخليها مطحونة خالص. او لو عندك حبان مطحون طبعا ضيفي منه حوالي ربع معلقة منه على الحواوشي. بيدي طعم رهيب، وكأنك جايباه من بره، او كأنك حاطة البهارات بتاعة الحواوشي. اصلا البهارات بتاعة الحواوشي كلها حبهان مطحون. فانا عايزه اقول لك بقى لما تطحني الحبهان المطحون، لما تعملي حبهان زي كده بصراحه بيخلي الحواوشي تحفه تحفه تحفه. وانا مجرباه ويعني عملته قبل كده كذا مره. بصراحه الحبهان هو اللي بيدي طعم رهيب. بطحنهم كده بالكبه بتاعتي، بضربهم حلو قوي، بخليها عجينه كده واحده. وبعدين بقى بدخل على يعني ممكن تسيبيه في التلاجة اكتر من ساعة براحتك. اخر النهار بقى كده عملنا حواوشي. جبت العيش بتاعنا. عايزه تقصيه بالمقص قصيه، انا مش بقص بالمقص اصلا. الحته الصغيره دي انا مش بسيبها يعني، مش بخلي حاجه فيها. فبعدين بقى جبت عجينه الحواوشي بتاعتي وحشيت بيها الساندوتش، ومش بدخلها الفرن خالص عشان بحس ان لما بيدخل الفرن بينشف. فبعمله على الطاسه على البوتاجاز. حطيت حته من الدهن اللي عاملينه، وبعدين حطيت الرغيف بتاع الحواوشي. كانت الطاسه بتاعتي سخنت، وهديت النار خالص. يعني خليت النار يعني هادية جدا، مش عالية. وبعدين بقى حطيت الرغيف بتاعي. عايزة اقول لكم بيستوي وبيطلع زي الفل. حطيته وغطيت عليه. يعني لازم تغطي عليه البوتاجاز، بس سيبوش كده. غطي عليه عشان يستوي، وتضمني ان هو بيستوي كويس. وكمان توطي عليه النار خالص خالص، تخليها شمعة. بس كده انا بدوس عليه عشان عايزه الرغيف يتفرد معايا في الطاسه حلوه قوي. بس كده يا حبايبي، مش بياخد حاجه. وبعدين بقى بتقلبيه على الناحيه التانية، وبعدين
بتقدمي جنبه، عايزه تقدمي جنبه شيبسي وكاتشب وكلام من ده، تمام. عايزه اقول لكم انا كنت فاكره نفسي ان انا بصور لما قدمت الحواوشي يعني، بعدين اتاريني عشان انا ناصحه شويه يعني، فقدمت الحواوشي واكلنا وكده، وبعدين بدور على الفيديو على التليفون بصراحه ما لقيتهوش. دلوقتي هنعمل مع بعض ماسك حلو قوي قوي للبشره، هينفع معاكي لو راجعه من المصيف او راجعه من او بتشتغلي مثلا وبتطلعي كل يوم في الشمس فوشك تتحروق من الشمس يعني. فالماسك ده حلو قوي قوي، بيفتح وبيضيع اي اثار للشمس، وكل حد اقول له عليه الحمد لله يعمله بصراحه بيجيب نتيجه حلوه قوي. طيب اول حاجه هنعملها ان احنا هنغسل بشرتنا بالغسول بتاعنا ايا كان نوع الغسول اللي انت تستخدميه. انا بفضل في الصيف يعني لو بشرتك مش دهنيه تستخدمي غسول لتفتيح البشره. ستارفل ده يعني حلو قوي على فكره وعجبني، وكمان بيفتح البشره حلو قوي. طيب اول حاجه نغسل بشرتنا بالغسول بميه فتره من الحنفيه عادي ونغسل بشرتنا. طيب تمام كده هنغسل بشرتنا بالغسول. تاني حاجه بقى هنعمل مع بعض حاجه كده زي شبه المقشر بس تحفه قوي لتنظيف البشره. معايا معلقه من لبن البودر، ومعايا كمان معلقه من الشوفان البودر، ومعايا معلقتين من الميه على حسب ما ياخد معايا. هنجيب بس حاجه صغيره كده عشان نحط فيها الخليط بتاعنا ونبدا على طول هنخلط كله مع بعضه، وبعدين هقول لكم هنعمل ايه. زي ما شفتوا كده حطيت يعني تحطيه على بشرتك وتمشي بيه بحركات دائريه لمده 5 دقائق وتسيبيه لحد ما ينشف. يعني هياخد يعني عشان المراوح شغاله وكده اليومين دول، فمش هياخد اكتر من 5 دقائق وهينشف يا حبايبي كده. هنروح اغسله بميه فتره من الحنفيه. عايزه اقول لكم خلي الميه يعني دافيه شويه، ما تكونش يعني ساقعه قوي، خليها دافيه عشان عايزين نفتح المسام. بعد ما عملنا الخطوتين اللي عملناهم دول مهمين جدا عشان يجيب نتيجه معاكي. يلا بينا ندخل على الماسك. معايا خياره معصوره او مبشوره يعني، واخده الخلاصه بتاعتها، ومعايا معلقه من النشا، ومعايا كمان معلقه من الزبادي. الخيار وحده كفيل ان هو يعمل لك مفعول حلو قوي في تفتيح البشره. يلا بينا نبدا. ومعايا كمان خياره تانية، تعالى هقول لكم هنعمل بيها ايه. طيب الاول هضيف الاضافات دي كلها. وبعد ما ضربت الخليط كله مع بعض كده هجيب البتاعه بتاعه البطاطس دي اللي هي بتاعه الشيبسي، وهبدا اقشر معايا الخيار زي ما انتم شايفين كده. انتوا شايفين كده فردنا الماسك على وشنا، وبعدين قطعنا الخياره زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين هحطها على. عايزه اقول لكم الماسك ده بيتحط تحت العين، وكمان الخيار المتقطع ده بيتحط تحت العين وفوق العين والوش كله، يعني البشره كلها. بيقعد حوالي نص ساعه، ما تشيلوش قبل كده. طيب عشان الماسك يعمل معاكي مفعول، وهقول لك على الخلاصه يعني من الاخر. بصي بعد ما تحسي يعني النص ساعه عدت خلاص، وانت خلاص مش زهقتي يعني او حاجه كده، او ممكن لو عايزه ربع ساعه لو بتزهقي بسرعه، وممكن تعمليه صبح وليل على فكره. طيب هنعمل ايه؟ تعالي اقولك. هتشيلي الخيار كده بالطريقه دي.
طيب بعد ما شلت الخيار بالطريقه دي زي ما انتم شايفين كده، ايديا لسه فيها ميه عشان الخيار طبعا مش ناشف، الخيار بينزل الميه بتاعته. فانت هتخليه بقى لحد ما ينشف، طبعا المراوح شغاله، فهتخليه لحد ما ينشف في الميه من الميه بتاعته. لما ينشف من الميه بتاعته بقى تروحي تغسلي بشرتك، فاهماني ازاي؟ وتنشفيها، وبعدين تحطي ميه الورد بتاعتك، وبعدين ترطبيها، وبعدين استمري على الموضوع ده لمده اسبوع وهتشوفي الفرق. مش هتلاقي اي حاجه لاثار الحبوب، وهيفتح معاكي بشرتك حلوه قوي. وجربيه ان شاء الله تدعي لي. بس استخدمي نفس التكنيك اللي انا بقولك عليه ده. ولو حسيت ان بشرتك مش جايبه نتيجه اول يومين، اعملي سكراب لبشرتك بالقهوه والزبادي، برضه هيعمل مفعول حلو قوي. واتمنى منكم الاشتراك في القناه ولايك للفيديو، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.